للأسف الناس لجؤوا لمواقع التواصل الاجتماعي، منها الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك، باش يعبروا على الرأي ديالهم، وناس آخرين دخلوا باش انهم يقراو ويتفرجوا في داكشي اللي ما كتقدروش نتوما في قبة البرلمان انكم تناقشوا، داكشي اللي ما قدرتوش انكم نتوما في اعلامكم الرسمي انكم تناقشوا. لو كانت عندنا صحافة حرة واعلام حر، كنت تجي وتقابل مع المعارضين ديالك ويطرحوا الأسئلة بكل شفافية وبكل حرية وانت تجاوب. الناس ما غتمشيش تقلب على المهداوي ولا غتقلب على اي يوتيوبر اخر باش انها كتلقى فيه داكشي اللي ما كتلقاش في الاعلام الرسمي، كتلقى فيه حرية النقاش، تكلم بتجرب. هادشي هذا كنفتقدوه في الاعلام الرسمي. كان الاعلام الرسمي حر او شبه حر ملي كانت حكومة العدالة وربما ما قبلها. كان هناك برنامج اسمه حوار، البرنامج اللي كان كيقدمه الإعلامي مصطفى العلوي، كانوا أعضاء الحكومة كاملين كيجيو البرنامج، كتشوف الجمهور في البلاطو عبارة عن وزراء وبرلمانيين وأمناء عامون ديال الأحزاب،